هيا للعويش. مرحبا بك. شنيا هالجو، شنيا الحفاري هذا ولا العولة الدياري الكل اللي كاين موجودة عند للعويشة، حاجة دياري بنينة ونظيفة، وانتي تتشهى واحنا نلبي اي حاجة من قعر الخابية اندثرت قاعدين نحيو في الموروث الشعبي في اكلتنا التقليدية من اول وجديد. احكي لنا للعويشة كيفاش بدا المشروع، فكرة شكون؟ والله انا كنت نخدم صانع. قداش عنده؟ عنده عامين المشروع توا. اي تطور الانجاز معناتها مازلنا في البحث نتاعنا. العامين هذوما بدينا بيهم بشويه بشويه، دخلنا الموروث الشعبي نتاعنا في البسايس. موروث شعبي وطورناه شويه. كل مره نعملوا اضافه عندنا السمن العربي، التوابل بجميع انواعها. فما صوص باربيكيو اللي هما يحكيو صوص باربيكيو، هي من الغرب وما بالغرب. الصوص باربيكيو هي من منتوجنا التقليدي. الباز نتاعها الرب نتاع الرمان، واضافات توابل اخرى تفوح بها السلايط واللحم اللي هي تخلي شحوم الدهون المضره تتحرق من غير ما تقلقك في معدتك ولا في القولون. تستعملها في كل شيء. عندنا التوابل الكل موجوده، عندنا رب الرمان، رب التمر، عندنا كيما البسيس نشوفوا لنا. والعشكات. لقيت شي دعم؟ لا مازلت في بداياتك؟ بديت مشروعي ب 200 دينار. الله يعطيك الصحة. هذه رسالة للعباد اللي تقول لك ما عنديش راس مال وما نجمش نبدا. بدينا مشروعنا ب 200 دينار والحمد لله بفضل ربي سبحانه وتعالى. شوية هكا يلزمنا شوية دعم في اللي بيبليسيتي في اللي مارشي. وانا ديجا معناتها عندي براءة اختراع في زوج انواع نتاع قهوة. قهوة عربي بالبوفريوا سون زاروم وسون برودوي شيميك، وقهوة الفواكه الجافة بدون كافيين. زي استضافوني حتى في الوطنية الأولى عم ناول في برنامج في العتيق. عاصي معز الغرب ضحى الضافي. ومرحبا بكم. واحكي لنا على البرودويات الاخرين كما نشوفوا لنا. فما الدردوره هذه شنو هي الدردوره؟ هي الدردوره بسيسة النافسه نتاع سوسه. بسيسة النافسه بسيسة الشعير، بسيسة الكتان، العدس، الشوفان. فما حاجه جديده مش موجوده زاده في تونس كامله اللي هي بسيسة الجوجوبا. بسيسة الجوجوبا نعرفوه للتجميل. منين جبت الجوجوبا يا العويش؟ منين جبتها؟ منين جبتها؟ من المغرب. احنا الجوجوبا موجود عندنا في تونس، لكن فما زوز مزارع. هاي تصدقني اول مره نرى الجوجوبا. مزرعة على ملك بلجيكي ومزرعة على ملك سويسري. يصدروا فيها الكل للخارج خاطر يستخرجوا منها زيوت الطيارات. لكن هي في الموروث بتاع الشعبي بتاعنا تقضي على المخزون بتاع السكر وتعدل السكر العادي، تحرق الخلايا السرطانية في المراحل الأولى. وبالتحاليل الطبية جربناها والحمد لله نجحت 100%. ولا العويش عملت منها بسيس. ولله ما الناس الكبار اللي ما عندهمش ظروف ويبداو ديابيتيك ما ينجموش يقرصوا الكعبة هكا. لازم تطرحها لهم. لازم تطرحها لهم. نوفروا المنتوج لجميع الشرائح. عندك ألف حق. به بالنسبة للمعارض للحرف كيف هكا والعباد اللي تعمل براءات اختراع والا تحاول تثمن الموروث الشعبي بتاعنا، اسكو ترى معناتها المعارض او المهرجانات قاعدين يعاونوا والا كيفهم كيف معناتها ليستون معناتها تجاريه معناتها ما يفرقوش برشا؟ لا والله مش مساله. هو يلزمنا احنا نخرجوا ونعرفوا بالمنتوجات نتاعنا بما انه ما فماش مازالت بلادنا تعبه شويه اقتصاديا. المواد الاوليه غاليه برشا. تو انت كيلو القمح راه وصل ل 4500 و 5000. معناتها انا كنت حتى المواد الاوليه ولات متعبه في التلويج عليها. ما شاء الله. لا ما شاء الله كنت ريت الطاوله نتاعي مليانه فيها 11 نوع نتاع بسيسه. من النقص نتاع المواد الاوليه والغلاء وليت نقص بشويه بشويه ما عادش نجم نوفر. اصلا واحد شوف يخلط يغطي التكاليف ولا كي يحسب حسبه الستون ويحسب حسبه الصفر ترونسبور. مثلا ترونسبور بركه كرهبه تجيبك ب 400 دينار وترجعك ب 400 دينار. 800 دينار. شوف واحد يصورهم في ايام المعرض ولا ما يصورهمش. وهيك تشوف كل كي معناتها ربي جاري الاقسام وبرد. المهم نسعاو باش نبلغوا المعلومه. انا واحده من الناس غايتي الاولى والاخيره صحة صغيراتنا، صحة الكبار، أي حاجة في الموروث الشعبي نتاعنا اللي نجم نفيد بها في أي مجال راني نستخرجها خاطر أنا ندور جمهورية كاملة وقاعدة نستسقي في المعلومة من الناس النساء الكبار والرجال الكبار. تعمل في الريشيرش نتاعك معناتها باش تقدم. لا ندخل موسوعات لا ندخل كتب راني. بالحق هذوكم هما الموسوعات الكبار خاطر فما حاجات مش مدونة في التاريخ، مدونة في الأفكار نتاع
وتنتقل بالبوشاوري معناتها اذا كان ما تحكيش مع الرجال الكبار يعملوا البوساسيون تاع الحكايات هذيك ما تنجمش تعدي. نقول معلومه ماكوش برشا موروث شعبي باش يندثر كومبليتمون. انا عندي حتى خلطات نتاع تغذيه نخدمها في الشتاء خاطر في الصيف قويه برشا ما ينجموش يتحملوها. فما خلطات موجهه حتى المفوق 50 سنه، الناس اللي تعاني حتى من العجز من الضعف من اي حاجه نحضر لهم خلطات وبسم الله ما شاء الله معناتها لا تاثر لهم لا على طونسيون لا على سكر لا على حتى شيء. كل شيء بيو كل شيء طبيعي في ما عندي حتى اضافات كيميائيه او مواد حافظه. اي مدام زاد يقولوا راهو فما ساعات لي كومبوزيسيون حتى كي تبدا كلها طبيعيه كيما في الدويات كي تتخلط ساعات ما تجيش قد. شوف انت على انا اساس تبني خلطاتك مثلا؟ كان عندي دكتور يضل عموس الله يرحمه مات مده شهر التالي، كان ديما هو الموسوعه اللي نرجع لها الله يرحمه. معناتها فما شكون يعاونك علميا في التخليط؟ علميا فما شكون معناتها وانا نتوجه معناتها حتى معناتها الاطباء نتاع التغذيه في قسم السكري في الهادي شاكر نمشي لهم. ما نقعدش انا مثلا نقول لا ما لازمنيش نضر نمشي نسال اهل الاختصاص. كي نحط هذه مع هذه تنجح. الله فيهم مشكورين ديما يفيدوني بالمعلومه وديما نتناقش انا وياهم. يشوفوا فيك قاعده تحارب على مشروعك ما يعاونوك حتى نتصور حتى مجانا. لا ما معاوني حد بذراعي معناتها يعاونوك. هي كلمه طيبه معاونه راهي يا للعويش. اكيد لا بارك الله فيكم انتم بالعكس الصحافه التونسيه قايمه بالواجب معايا الحمد لله معناتها في كل مجال. هذا ماشي مزية احنا ديما نشجعوا شكون يكون يجاهد وشكون يناضل. الوطنيه الاولى عاونتني انت زاده حصل لنا شرف انكم تكونوا موجودين لهنا. الوفد الليبي نتاع السياحه زاده ان شاء الله باش تكون فما تعاملات بيناتنا. ولك يخرج واحد بالموروث الشعبي نتاعنا لبرا راهو ساده. لازمنا نحيوا الموروث ونعرفوا به الشعوب الاخرى. اكيد مش حاجه حاسين ولا العويشه شنو تحب تضيف؟ والله ماذا بينا اهتمام اكثر بالحرفيين، ماذا بينا فضاءات معناتها تكون بمعلومات رمزيه على خاطر معلوم رمز ديما صحيح الحرفي ديما راهو ما عندوش راس مال قوي باش يخرج بستونات غاليه ولا يبدا ستون غالي برشا والبيوع مش باهي ولا يدخل في الخساره وهو ديجا احنا داخلين في الروح خارجين بالخساره معناتها. هذيك هي حياتنا. مثلا يرخصوا في الستون ويعاونوا باش نوصلوا معلومه لا لشيء الا ان احنا نوصلوا معلومه. خاطر معناتها سي دوماج تسمع بصغير الاج دو 5 3 ديابيتيك معناتها حاجه راهي دمار شامل. بيناتنا للعويش تحس في روحك نجحت؟ نحس في روحي نجحت الحمد لله. انا منعت برشا عباد، فما ناس عندي خلطات جديده للبواسير الداخليه والخارجيه، منعت برشا ناس من العمليات. اصلا تحس روحك ساعات كانك طبيب كي تمنى عبد ولا كي تفرح عبد اكثر منها فلوس. بار بروف تحبوا تجيوني ونسمعكم لي فوكال نتاع كليونيتي نسمعكم ان شاء الله بقدرة ربي نطلوا عليك. في السبيطار بالسكري والحمد لله كي عطيتهم بالجوجوبا طاحت الدوزاج، كان يضرب في اقوى دوزه نتاع انسولين، طاحت الدوزاج نتاع الانسولين وركح السكر ويمارس في حياته عادي كيما اليوم كيما غدا كيما بعد غدوه. لا وش انا نفرح بالحاجه هذه ما حسيتش بدخل مادي قوي راني الحاجه هذه اني كي ننقذ بشر فرحة نشوتها مختلفه برشا. اكيد حاسيلو للعويشه يعطيك الصحة نورتنا شرفتنا. شوفوا لي برودوي نتاع للعويشه هاكا نجموا تراو رقم الهاتف نتاعها تتصلوا بها من اي مكان في تونس توريكم كيفاش توصل لكم في اي بلاصه في تونس، توصل لكم سلعتكم اللي تحبوا عليها. وتبعوا راني انا ابار اني تعرفت عليها اليوم راني سالت عليها قبل وصيتها وصلني وان شاء الله ربي يوفق الجميع.